هحضر معاكم النهاردة الفراخ المشوية. هنضيف مع بعض شوية إضافات للتتبيلة هتخلي الوصفة لا تقاوم، مقرمشة من بره ومن جوه دايبة دوب. كمان ميكس التوابل اللي احنا هنحطه عليها هيخلي الريحة بتاعتها لا تقاوم. قبل ما أبدأ الوصفة، للي ما يعرفنيش، أنا اسمي نرمين. ما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل الوصفات الجديدة. هنحتاج للوصفة بتاعتنا فرخة تكون مخلية من أي عظم موجود فيها، ودوت السر اللي بيخلي الفراخ بتاعتنا تكون مستوية كويس جدا، ولما نسويها ما يكونش فيها أي دم. أنا هنا الفراخ بكون خلياها، بقول للمكان اللي أنا اشتريت منه الفراخ إن هو يخليها، لكن أنا هنا في الفيديو أنا خليها بنفسي. لو انتم حابين أعمل لكم فيديو إزاي نخلي الفراخ اكتبولي في التعليقات. المهم هفصل الوراك عن الصدور، وبعد كده هاجي من عند الصدر من النص هفتحه فتحة صغيرة، مش هفتحه كله. كذلك مع الصدر التاني. هسيبهم بقى يتنقعوا في مية وخل مش هقل من نص ساعة علشان نشيل كل الزفارة اللي موجودة من الفراخ. تعالوا بقى نحضر التتبيلة. أنا هعمل تتبيلة لفرختين. هحتاج للفرختين بصلتين، وعندي 3 طماطم، وعندي 4 فصوص توم، و2 قرن فلفل. يعني لكل فرخة هستخدم بصلاية وطماطم زي ما تحبوا، ممكن نحط 2 طماطم للفرخة، وهحتاج فصين توم وقرن فلفل دوت لو احنا هنتبل فرخة واحدة. في الكبة بقى هنفرم كل الحاجات دي مع بعض. يفضل ان احنا نحط البصل في اخر حاجة علشان ما يبقاش صعب في فرمه. انا بحب بصراحة افرم كله، ولكن مع البصل بحب ابشره علشان بحب طعم القرمشة بتاعة البصل. هبدأ بقى اضيف عليهم التوابل. هنحتاج للفرختين معلقة كبيرة زعتر، معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة كركم، معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة جوز الطيب. هنحتاج كمان معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة كبيرة ملح. لكل فرخة نص معلقة كبيرة ملح، وعندي معلقة كبيرة فلفل احمر مفروم. وهضيف على كل التوابل ديت كوباية مية. هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. عايزة اقول لكم التتبيلة دي وانتم بتشووا الفراخ يعني مش هتقدروا تقاوموا الريحة، هتجيب لاخر الشارع زي ما بيقولوا. وده شكل الفراخ بعد ما نقعتها في مية وخل. ما بقاش فيها خالص اي ريحة زفارة، بالعكس كمان اللحمة بتاعت الفراخ بقت بيضة. هبدأ بقى احط الفراخ في التتبيلة وابدأ اقلبها من تحت لفوق، بحيث التقليبة ديت لما باجي اقلب الفراخ من تحت لفوق التتبيلة بتوصل لكل الفرخة. حابين بقى كمان نحشي تحت الجلد بتاع الفرخة بيبقى احسن واحسن، طبعا بنخلي كل الفرخة شربت التتبيلة. هنسيب الفراخ في التتبيلة بتاعتها لمدة لا تقل عن 6 ساعات، وكل ما بتقعد ساعات اكتر كل ما الفراخ بتشرب طعم التتبيلة اكتر. اعملوها بالطريقة دي وبنفس الخطوات وبنفس المقادير، هتستمتعوا بأجمل طعم للفراخ المشوية. أتمنى أن الوصفة تكون نالت إعجابكم. لو جربتوها وعجبتكم ما تنسوش تكتبولي كومنت، وما تنسوش تعملولي لايك وشير للفيديو. باي باي.